تم إلقاء القبض على المطرب حسام حبيب بتهمة التعدي على طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب. استمعت النيابة العامة لأقوال حسام حبيب بعدما قامت شيرين عبد الوهاب بعمل محضر تتهم فيه بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في إصابتها. وفي أقواله قال حسام حبيب أمام جهات التحقيق: ما كنتش أتخيل أبدا إن خناقة أنا مش طرف فيها، خناقة بينها وبين بنتها، إنها تقول كده، وأنا هطلب شهادة بنتها، وهي عملت في بنتها حاجة لما الناس هتعرفها شيرين هتنتهي عند الناس، لأن اللي يهون عليه ضناه يهون عليه أي حد في الدنيا. ولما شفت المنظر ده كان لازم أجي وأشيل هنا من تحتها، وكان لازم أتصرف. وقال حسام حبيب: اللي مأثر فيا أكتر إني قلت لهنا روحي اتكلمي مع مامتك، وجبت الاتنين وقلت لهم يا هنا دي مامتك ولازم تحترميها، وجبت شيرين وقلت لها دي بنتك وخلي كلامك بينكم وبين بعض. وطلعت لقيتها قفلت الباب بالمفتاح، والباب كان ازاز، وفضلت اخبط محدش بيفتح لحد ما شفت منظر مش قادر انساه، فكسرت الباب ودخلت، اخدت البنت وكلمت باباها وقلت له لازم تيجي بسرعة تاخدها، وتيجي بنفسك، مش هبعتها مع حد، وارجوك ابعدها عن الشخصية دي. وكان رجال مباحث القاهرة ألقوا القبض على الفنان حسام حبيب بعدما كان يختبئ داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وذلك في اتهامه بالتعدي بالضرب على طليقته المطربة شيرين عبد الوهاب. قدمت المطربة شيرين عبد الوهاب تقرير طبي لجهات التحقيق يكشف تفاصيل الإصابات التي تعرضت لها بعد اتهامها للمطرب حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب. كشف التقرير في هذا السياق عن إصابة المطربة شيرين عبد الوهاب بجروح في العين اليمنى والأنف والرأس والساعد الأيسر، وكانت قد حررت محضرا بقسم الشرطة تتهم فيه طليقها حسام حبيب بالتعدي عليها داخل استوديو بالتجمع. وقالت شيرين في بلاغها إنها كانت في الاستوديو بتحضر لأغانيها وفوجئت بحسام حبيب وطلبت منه إعادة الأموال كانت أعطتها له لتشييد الاستوديو، لكنه أخذ هاتفها وتعدى عليها بالضرب المبرح وأصابتها بجميع أنحاء جسدها. وكانت النيابة العامة أمرت باستدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب لسماع أقوالها في البلاغ المقدم منها ضد طليقها حسام حبيب، وللرد على الاتهامات الموجهة منه ضدها. ووفقا لأقوال شيرين في محضر الواقعة إنها حدثت في الساعة 5 فجرا، وكشفت عن تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب، وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة ب3 غرز. وتبين من التحريات إن الاعتداء كان بسبب خلافات نشبت بينهما. رد حسام حبيب إن هو اعتدى عليها بالضرب لينقذ ابنتها منها بعد شجارها معها، كما تواصل مع والد ابنتها لاحتواء الأزمة بين شيرين والفتاة، مما أشعل غضبها. وبعد الاستماع لجهات التحقيق إلى أقوال حسام حبيب تم إخلاء سبيله بضمان مالي 5000 جنيها على ذمة التحقيق بتهمة تكسير استوديو بالتجمع. كانت معكم المحققة نوسة.